السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. احنا النهاردة هنتكلم عن الحكم اللي صادر في قضية مقتل طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور. أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهمين، حيث حكمت المحكمة بإجماع الآراء بالإعدام على كل من المتهم الأول والمتهم الثاني، وبالسجن المشدد 15 عاما على المتهمة الثالثة. طبعا الحكم اللي صدر من المحكمة صدر على خلاف ما كان متوقع، وعلشان لا تعليق على أحكام القضاء، احنا في الحلقة النهاردة هنفسر سبب صدور الحكم بالطريقة دي. أول حاجة، القرار الإحالة إلى فضيلة المفتي كان مبهم، ما كانش محدد قرار الإحالة خاص بالمتهم الأول والمتهم الثاني ولا بالمتهمين الثلاثة مع بعض. تاني حاجة، معروف ان قاضي الجنائي قاضي وجدان، قاضي عقيدة، فلازم تتكون عنده عقيدة وقناعة ان المتهم ارتكب الجريمة بالفعل. القانون اوجب ان علشان يصدر حكم بالاعدام على المتهم لازم يكون بإجماع آراء أعضاء الدايرة اللي هتصدر الحكم. فبالنسبة للمتهم الأول والمتهم الثاني اجتمعت آراء جميع أعضاء الدايرة اللي أصدرت الحكم إن هم يستحقوا الحكم عليهم بالإعدام. أما بالنسبة للمتهمة الثالثة إيمان، واضح كده ان الآراء أعضاء الدائرة اللي أصدرت الحكم ما اجتمعتش على انها تستحق الحكم عليها بالإعدام، عشان كده صدر الحكم ضدها بالسجن المشدد، مع الرغم ان إيمان تعتبر شريكة في الجريمة، والشريك في الجريمة بيعامل معاملة الفاعل الأصلي بياخد نفس عقوبة الفاعل الأصلي. وطبقا للقانون، من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها زي الفاعل الأصلي طالما أنه مشارك في الجريمة. وطبعا المتهمة الثالثة محامية وعارفة كويس نتيجة اشتراكها في جريمة قتل مع المتهم الأول والتاني. لكن هنا في الحكم اللي صدر ما اجتمعتش الآراء على إنها تستحق الحكم عليها بالإعدام. طبعا الحكم اللي صدر في محكمة الجنايات ليس حكما باتا، لسه فيه طعن بالنقض خلال 60 يوم من صدور الحكم في محكمة الجنايات. خلال 60 يوم دولت محامي كل متهم هيودع مذكرة بالنقض في محكمة النقض، وبعد 60 يوم المحكمة هتحدد جلسة لنظر طعون بالنقض، ممكن تحددها في خلال 6-7 شهور. ولما المحكمة النقض هتنظر الحكم، وارد جدا ان الحكم اللي صدر فيه محكمة الجنايات انه يتعدل، أو إن محكمة النقض تأيد الحكم اللي صادر من محكمة الجنايات، وبكده يصبح الحكم حكما باتا، ويتم تنفيذ حكم الإعدام في المتهم الأول والمتهم الثاني، والمتهمة الثالثة إيمان تنفذ الحكم بالسجن المشدد اللي صادر ضدها. إن شاء الله هنتابع وهننشر لكم الحكم اللي هيصدر في محكمة النقض.